ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كالعاده معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد انتوا اللي اخترتوه في الكومنتات. ناس كتير جدا سالتني على الشاومي 11 لايت النسخه ال5 جي. تعالوا نعرف المواصفات بتاعتها والمميزات الجميله جدا الموجوده في التليفون ده. التليفون ده سليم قوي، يعني مسكته جميل قوي، شكله جميل بصراحه ومش واخد حقه. تعالوا نتكلم ونتعرف عليه. طبعا كالعاده وزي ما احنا متعودين هنقول المميزات اللي موجوده فيه، وبعدين هنقول العيوب اذا في عيوب، وهنقول سعره النهارده واصل كام وايه اللي موجود داخل الكرتونه. لكن زي ما بقول دايما، لو عندك اي سؤال ما تنساش تكتبه في الكومنتات لان برد على كل الاسئله. ولو عايز اي مقارنه ما بين تليفون وتليفون تاني برضه اكتبها في الكومنتات. الشاومي 11 لايت ال5 جي مصنوع من اطار بتاعه من البلاستيك، اما الظهر زجاج عليه طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 6 علشان تحميه من الصدمات. وطبعا الشاشه زي ما انتم شايفين برضه زجاجيه. وزن التليفون بقى خفيف جدا، 159 جرام، حاجه سليم قوي. شوف، تليفون سليم جدا وجميل جدا جدا بصراحه كتصميم يعني، وكشكل شكله رائع. طبعا الهاتف بيدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس زي ما انتم شايفين على الكرتونه ان هو 5G، ولكن سرعه الانترنت في الشبكه ال 4G 1 جيجا بايت في الثانيه الواحده. لو انت موصله على شبكه 5G هتكون سرعه الانترنت 3.6 جيجا بايت في الثانيه الواحده. زي ما احنا عارفين نقدر نركب شريحتين، بس خلينا نشوف مكان تركيب الشرائح هنا كده. زي ما انتم عارفين المكان ده اقدر اركب فيه شريحتين نانو سيم، او ازيد ميموري. لو انا عايز ازود الميموري هيكون مكان الشريحه التانية. طيب هو المساحه بتاعته اصلا كام؟ الفيديو اللي احنا عاملينه النهارده زي ما انتم شايفين موجود على الكرتونه 128 جيجا مع 8 جيجا رام. ممكن تلاقي نسخ كتير بس النسخه اللي بنتكلم عليها النهارده 128 جيجا مع 8 جيجا رام. زي ما قلت لو حبيت تزيد الميموري جنب الشرائح هنا او مكان الشريحه الثانيه زود الميموري كارد وزيد، حط 256 512 1000 جيجا حتى، لانه 8 جيجا رام فهيتحمل ومش هيعمل منك لاج. الجميل في التليفون ده ان المعالج بتاعه كوالكوم سناب دراجون 780 جي بمعماريه 6 نانو، طبعا اوكتا كور. اما حاجه جميله جدا في التليفون وهي الشاشه بتاعته. زي ما انتم ملاحظين الشاشه رايقه وجميله جدا. طب ليه؟ مواصفاتها ايه؟ 6.5 انش الشاشه دي، نفس ايفون 11 برو ماكس. نوعها اموليد، جودتها فول اتش دي بلس. اما دقه الشاشه فهي 1080 في 2400 بكسل بكثافه بكسلات 402 بي بي اي او 402 بكسل في البوصه الواحده. معدل تحديث الشاشه 90 هرتز، واقصى سطوع للشاشه 800 نتس، وعليها طبقه حمايه زي ما قلت من الجوريلا جلاس 6 علشان تحمي التليفون من الصدمات. لو اتخبط منك خبطه مباشره في الشاشه ما يحصلش فيه حاجه. وطبعا فيها تقنيه ال HDR10 بلس. نظام التشغيل بتاع التليفون اندرويد 11 مع واجهه MIUI 12. لو رحنا عند الكاميرا الخلفيه بتاعه الهاتف هتلاحظ ان في فلاش 1 2 3 3 عدسات مع الفلاش. الكاميرا الرئيسيه دي دقتها 64 ميجا بكسل، بتيجي بفتحه عدسه 1.8، دي بتاعه الصور العاديه. طيب اللي جنبيها دي دقتها كام؟ 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2، دي بتاعه الزاويه الواسعه او الوايد انجل، وشرحناها في فيديوهات كتير قبل كده. طيب الكاميرا اللي تحت دي الاخيره العدسه الثالثه دي دقتها 5 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.4، ودي بتاعه الماكرو، ماكرو تصوير الاشياء القريبه بجوده عاليه وبوضوح عالي. زي ما انتم ملاحظين اصلا هي الكاميرا بتاعه الهاتف رايقه جدا جدا وجميله جدا. طيب مميزات الكاميرا الخلفيه دي فيها ايه؟ الكاميرا الخلفيه فيها تركيز تلقائي BDAF، وفيها وضع عزل الخلفيه موجود، وفيها بانوراما وHDR واعدادات الاي اس او. والجميل ان اقدر اصور فيديو سلو موشن بالكاميرا الخلفيه. تلاقي هنا في اعدادات الكاميرا سلو موشن لو انا عايز اصور فيديو بيها، اللي هي دي سلو موشن. وطبعا لو هصور فيديو عادي بالكاميرا دي فانت معاك تقنيه ال 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي، ومعاك تقنيه ال 2160 بكسل اللي هي 4K. والجميل كمان في الكاميرا الخلفيه دي ان فيها تقنيه التثبيت الرقمي اللي هو الاي اي اس. لو انا بصور فيديو وايدي اتهزت مني وانا بصور الفيديو هيطلع معاك رايق مفيش فيه اي اهتزاز. مش موجوده في كل التليفونات ولكنها موجوده في الشاومي 11 لايت النسخه ال 5 جي. طيب ده كان عن الكاميرا الخلفيه. ايه الموضوع بقى بالنسبه للعدسه الاماميه او الكاميرا الاماميه اللي موجوده هنا؟ هي دقتها 20 ميجا بكسل، على فكره رقم كبير جدا. فتحه عدسه 2.2، فيها HDR وفيها عزل الخلفيه، وبرده بتصور فيديو بيها سلو موشن نفس الكاميرا الخلفيه بالظبط. ولكن تصوير الفيديو العادي هيكون 1080 بكسل اللي هو فول اتش دي، ما هوش 4K نفس الكاميرا اللي موجوده في الظهر. اصدار البلوتوث 5.2، وعلى فكره الشاومي 11 لايت فيه او بيدعم خاصيه ال NFC.
منفذ الشحن اللي موجود USB Type C، وللاسف ما فيهوش مكان للسماعه AUX، مع اني شفت الموقع الرسمي كاتب ان في منفذ سماعه AUX، لكن للاسف اهو التليفون ما فيهوش اي منفذ للسماعه السلك. من الحاجات الجميله برضو اللي موجوده في التليفون وهو ان السماعات هنا استيريو، يعني السماعات الخارجيه صوتها عالي جدا. اما زر الباور ده اللي بفتح وبقفل منه التليفون ممكن اعمله بصمه الاصبع بتاعتي لو انا عايز اقفل التليفون ببصمه الاصبع. طيب خلينا نروح لنقطة مهمة جدا، وهي الباتري أو البطارية بتاعة الشاومي 11 لايت. البطارية 4250 ملي أمبير، والجميل فيها إنها بتدعم الشحن السريع اللي قوته 33 واط، والبطارية زي ما أنتم عارفين غير قابلة للإزالة. دي كانت مميزات ومواصفات سريعة عن الشاومي 11 لايت. تليفون والله كويس جدا، انتوا طلبتوه، هو حلو فعلا ومواصفاته حلوه وشكله تصميمه جميل قوي. اكتر حاجه عجباني فيه بخلاف المميزات الحلوه التصميم. طيب سعره كام التليفون ده؟ سعره النهارده في الوكيل الرسمي، ماليش علاقه بالمحلات، بقول لك سعره في الوكيل الرسمي. سعره في الوكيل الرسمي 9500 جنيه عفوا، او حوالي 430 دولار. لو عندك اي سؤال اكتبه له في الكومنتات، قولوا لي رايكم ايه في التليفون ده. وتعالوا الاول نشوف ايه اللي موجود داخل الكرتونه. لما تفتح الكرتونه بتاعه الهاتف ده، اول حاجه هتلاقيها هنا الدبوس المعدني مع كفر شفاف موجود مع التليفون طبعا، وكتيب التعليمات والحاجات دي. طب ايه تاني موجود في الكرتونه؟ داخل الكرتونه زي ما انتم ملاحظين واير الشحن USB تايب سي، وادابتر الشحن اللي هو 33 واط. ده كل اللي موجود في الكرتونه بتاعه الهاتف. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، واللي عنده اي سؤال يكتبه لي في الكومنتات تحت، واشوفكم في فيديو جديد وهاتف جديد برضو انتوا اللي تختاروه قريب. سلام.